أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم من الفضائية الإريترية وأقدم نشرة أخبار المساء وأستهلها بالعناوين. وزارة الزراعة تدعو المزارعين لاستخدام أسلوب التهجين الحديث للأبقار. جهود لتقوية جمعية منتجي الملح في غورغوسون. توزيع 4 مليون نقفة على المحتاجين في أفعبت. وزير الخارجية الإيراني يرحب بدور العراق في منطقة الخليج. في سوريا قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في أعزاز. بركان جزيرة سترومبولي الإيطالية ينشط من جديد. السلام عليكم ورحمة الله. دعت وزارة الزراعة المزارعين لرفع إنتاج الألبان وتحسين النسل. وأوضح الخبراء بأن عملية التهجين تتم بالحيوانات المنوية المخزنة للثيران المختارة، مشيرين إلى أن المزارع الذي يستخدم التهجين لا يحتاج لتربية الثيران ومنصرفاتها على العلف والرعاية. وحث مسؤول تنمية الألبان في وزارة الزراعة السيد كحساي نقاش حث المزارعين لاستخدام هذا النوع من التهجين لإحداث تغيير في الإنتاج وتغيير في حياتهم المعيشية، مؤكدا اهتمام الوزارة الكبير بالتهجين. وقد دخلت عملية التهجين الحديث للحيوانات في البلاد عام 1938، لكنها لم تتطور بالمستوى المأمول لمختلف المشاكل وتدني وعي المزارعين. وافتتحت وزارة الزراعة حاليا مراكز لتقديم خدمات التهجين الحديث في جميع مديريات الإقليم الأوسط، وفي كرم بإقليم عنسبة، ومديريات دباروة ومندفرة ودكم حرب بالإقليم الجنوبي. غير أن استخدام هذا الأسلوب لا يزال متدنيا، ويجب على المزارعين الاستفادة الجيدة من هذا الأسلوب. ويوجد برنامج لوزارة الزراعة لتوسيع مراكز التهجين في الأقاليم المتبقية. تعمل جمعية غورغوسوم لإنتاج الملح التي تعمل في مصوح وضواحيها لتقوية التنظيم وتطوير العمل لرفع الإنتاج. وأوضح الأعضاء أن الجمعية تنتج 3 أنواع من الملح لاستخدامات الإنسان والحيوان، وإن مربي الحيوانات من المستفيدين الرئيسيين لمنتجاتهم. وأفاد القائمون على الجمعية وجود إمكانية لإنتاج 30,000 كنتال من الملح سنويا، منادين الجهات المختصة لتمهيد الأرضية والسماح بموقع بيع لهم لتقديم المنتجات مباشرة للشعب. ويوجد أكثر من 400 من منتجي الملح في إقليم شمال البحر الأحمر ينضوون في 3 جمعيات، وينتجون سنويا أكثر من 100,000 كنتال من الملح يمر بمقياس الجودة. وأوضح مسؤول مكتب المعادن في الإقليم السيد ميكائيل ملس إن المراقبة تجري لمنتجات الملح المخلوط باليود. وزع مبلغ 4 مليون نقفة تم جمعه من لجنة أعيان مدينة أفعبت توزيع على المحتاجين. وقدم مبلغ 250 ألف نقفة مستخرج من المتاجر والأفراد وأصحاب السيارات وعمال المؤسسات الحكومية وأعضاء قوات الدفاع ل 815 أسرة محتاجة. وأوضح منسق لجنة جمع التبرعات أن التبرعات جزء من القيم الاجتماعية، مشيدا بدور ومساهمة أصحاب المتاجر. وقال مدير مديرية أفعبت السيد أحمد محمد نور رجب إن الدعم مواصل للمساعدات الفردية التي كان يقوم بها المواطنون، وستستمر في مختلف المجالات. وكان عمال المؤسسات الحكومية في مدينة أفعبت تبرعوا ب96 ألف نقفة لأسر الشهداء المحتاجين. وفي سياق متصل تتواصل التبرعات الشعبية من الداخل والمهجر لتنمية صندوق مكافحة فيروس كورونا. وفاد تقرير وزارة الصحة بأن الإريتريين في إسرائيل أبناء القلب الواحد تبرعوا ب32 ألف دولار، ليضاف لتبرعاتهم السابقة بمبلغ 8,000 دولار. وعمال شركة أسمر للتعدين ب125,110 نقفات. وعمال إدارة مديرية مايمنه وإدارة بلدة مايمنه 55,393 نقفة.
وصندوق تنمية حشي شاي 20,000 نقفة، وضاحية أشرة 10,000 نقفة، وعمال ومعلمي روضة تابيلا 7,661 نقفة. كما تبرع كل من جمعية بعلزقير دق شحاي وورشة راهيل زكرياس لتصنيع المواقد، وجمعية كدان مهرة حداث سنبل 2000 نقفة، وكل من ورشة فصوم أبرهة للحدادة والنجار، وجمعية قدوس قرقيس عد بحره المقيمين في أسمر 1500 نقفة، وكل من توزيع السجائر في كرن، وجمعية قرقيس عرزة المقيمين في أسمرة، وجمعية قدوس ميكيل صزرات، ومؤسسة ولل فاشن ستايل وبروموشن آي تي سنتر، ومتجر أزيب للزجاج 1000 نقفة. كما قدمت ورشة ألكسندر هاغوس وروضة أم حجر 1000 نقفة. بعد الفاصل سادتي نعود لمواصلة الأخبار. رحب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بدور العراق في منطقة الخليج وبناء علاقات ثنائية في إطار عدم التدخل بالشؤون الداخلية. وقال ظريف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي فؤاد حسين في العاصمة بغداد إن العلاقات الإيرانية العراقية تعززت في الحرب ضد داعش، مؤكدا أن العراق القوي سيكون له علاقات بناءة مع دول الجوار وبما يحقق السلام في المنطقة. وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أكد في المؤتمر الصحفي أن العراق يعمل على إبعاد المنطقة والعراق من التوترات الدولية وحماية السيادة العراقية. وأشار إلى أنه تم خلال اللقاء دراسة برنامج زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى طهران خلال الأيام المقبلة. وتأتي زيارة الوزير الإيراني قبل أيام من زيارة مرتقبة لرئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي إلى طهران في إطار جولة تبدأ من الرياض ثم طهران ثم واشنطن. ذكر مستشفى في سوريا ووسائل إعلام تركية رسمية أن 5 أشخاص قتلوا وأصيب 85 آخرون في هجوم بسيارة ملغومة في منطقة أعزاز شمال غربي سوريا. وأشارت وكالة الأناضول التركية للأنباء إلى أن الحادث وقع في قرية سجو على الحدود مع إقليم كلس جنوبي تركيا، مضيفة أن 15 مصابا نقلوا إلى مستشفيات في تركيا بعضهم في حالة حرجة. وتخضع عزاز لسيطرة معارضين مسلحين تدعمهم تركيا منذ أول توغل لأنقرة في سوريا عام 2016 في عملية استهدفت طرد تنظيم داعش ووحدات حماية الشعب الكردية من حدودها الجنوبية مع سوريا. وتصنف أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من الولايات المتحدة منظمة إرهابية، وتواجه البلاد مصاعب لتفادي انهيار الاقتصاد والتغلب على عقوبات أمريكية بعدما استعاد الرئيس بشار الأسد السيطرة على معظم مناطق البلاد. أعلن المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين أن بركان جزيرة سترومبولي الواقعة في البحر التيراني بالقرب من جزيرة الصقلية قد استأنف نشاطه. ووفقا لخبراء البراكين استأنف البركان نشاطه بانفجار قوي تبعه ارتفاع عمود من الدخان الأسود. وقد صاحب ثوران البركان قذف أعمدة الرماد والرمال ومواد بركانية أخرى. وقد سجل الخبراء انفجارين قويين تسببا بهزات أرضية شعر بها سكان جزيرة سترومبولي والجزر المجاورة. ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للدفاع المدني لم يسبب ثوران البركان هذه المرة أي إصابات أو انهيارات وتدمير للمنشآت. ويعيش على هذه الجزيرة في فصل الصيف حوالي 3000 شخص، ولكن بعد انتهاء الموسم السياحي ينخفض هذا العدد إلى 400 شخص تقريبا. انتهت نشرة أخبار المساء قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.